بداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم المقطع بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أخبار التعليم بالجزائر. أعلنت المدارس عن مجموعة من القواعد التي يجب على التلاميذ احترامها أثناء تواجدهم في المؤسسة، وتشمل هذه القواعد ما يلي: لا يسمح لأي تلميذ بالدخول إلى المؤسسة بحلاقة شعر غير عادية. لا يسمح لأي تلميذ بالدخول إلى المؤسسة بسروال قصير أو ممزق. لا يسمح لأي تلميذ بالدخول إلى المؤسسة بدون منزر أو منزر بدون كمين. لا يسمح لأي تلميذ بالدخول إلى المؤسسة بلباس رياضي إلا في حصة التربية البدنية. لا يسمح لأي تلميذ بالدخول إلى المؤسسة بنعل غير محترم. لا يسمح لأي تلميذ بالدخول إلى المؤسسة وبحوزته زريعة أو مأكولات مختلفة تؤثر على تمدرسه في القسم. يمنع منعا بات إحضار أو استعمال الهواتف النقالة. وأكد مدير المدرسة أن هذه القواعد تهدف إلى الحفاظ على النظام وضبط السلوك داخل المؤسسة، وضمان سير العملية التعليمية في جو من الهدوء والتركيز. وشدد على أن أي تلميذ يخالف هذه القواعد سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه، بما في ذلك الإنذار أو الحرمان من دخول المؤسسة. وأشار إلى أن هذه القواعد تم وضعها بالتنسيق مع أولياء التلاميذ الذين أكدوا دعمهم الكامل للمؤسسة في تطبيقها.